جبت نتيجة؟ جبتها واستوعبت حاجات كتير قوي عن الحياة. استوعبت ايه؟ نجحت ولا لا؟ بابا، النجاح مش دايم والفشل مش نهاية. يوسف، جبت كام؟ جبت اللي كنت محتاجه. يعني ايه؟ كنت محتاج اتأكد ان النظام فاسد، وان الدرجات مش كل حاجة، وان المجتهد ممكن يسقط. يسقط؟ جبت كام يالا؟ بدل ما دغدغ الكمبيوتر ده على دماغك. انا جبت 98. نجحت. وقعت قلبي يا اخي. 98% ده كتير والله. لا، من 410. يعني سقطت؟ ممكن تسميها إعادة اكتشاف الذات، ممكن تسميها وقفة مع النفس، ممكن تسميها الجلد بدون رحمة. طب ولو معانا رحمة؟ اتفضل يا فندم. كنت عاوز شامبو. اقول له مين؟ لا تقول له مين ايه؟ انا عايز شامبو ليا انا للشعر. عمو عاوز حلاوه. مش عندنا يا عسل في المحل اللي جنبنا. لا عندنا اهو. دكتور، هو الدواء ده لايه؟ ده بسط للعضلات. طب ما فيش حاجه تبسطنا؟ عمو عاوز الب. مش عندنا يا حبيبي، لا بص في المحمصه اللي ورانا. لا هو موجود اهو يا دكتور. ده يا مصطفى طناس اللي بقى عربيه كبده. انت عاوز حب الشباب؟ حاجه تعالجها يعني. لا انا عاوز حب الشباب نفسه. لا بقى انتوا عاوزين مني ايه؟ عمو عاوز مرهم لماما. اسمه ايه يا حبيبي؟ ده الغطا بتاعه. يا ابني وانا دجال هعرفه؟ انت جايب لي حته من قطر المرهم، يعني هعرفه كده انا ازاي؟ روح يبقى اعرف اسم المرهم وتعالى. السلام عليكم يا دكتور، كنت عايز الدواء ده ضروري لابويا عشان ابويا تعبان. وريني كده. ايه ده لابوك؟ ده برشام منع الحمل يا ابني. تعال سندوتش كده. اكيد مفيش صح؟ النتيجة ظهرت. افتح الحمام يلا. بطني وجعاني مش قادر. طب قول لي رقم جلوسك. ما تدونيش رقم جلوس. وحياة امك امتحنت وانت واقف يعني ولا ايه؟ قول رقم جلوسك يلا ولا ما اكسر عليك الحمام. 1 اه 2 2 3 لا، ما انا حافظ الارقام، مش بقول لك سمعها لي. اخلص يلا. 123 245. طب افتح يا يوسف يا حبيبي، عاوز اعمل حمام. مش فاتح الا لما تقول لي جبت كام. 72%. ايه يعني؟ شاطر يا حبيبي. افتح بقى، هعملها على روحي. عادي يعني؟ طبعا، الف مبروك يا حبيبي. يا ابني يا كلب. بابا انا هدخل اعمل مكالمه جوه في الاوضه. وانت تعمل حمام؟ ما تتكلم هنا ليه؟ هو انا بعمل حمام في الاوضه يا بابا الاسبوع اللي عدى؟ صح. طيب معلش، عشان انت قاعد بتتفرج يعني كده وبابا والدوشه، فمش هينفع. ماشي، طب ادخل. الو، ازيك يا قلبي؟ عامله ايه؟ انت فين دلوقتي يا حياتي؟ في المطبخ بتطبخي؟ طب ما تقفيش بقى قدام البوتاجاز علشان بغير عليكي من عيونه. بقولك جهزي نفسك بقى علشان اخرجك بكره في مطعم، انما ايه، 5 ستارز 9 نجوم. لا فلوس ايه، بكره اول الشهر واخد فلوس الدروس كلها من ابويا وهعزمك بيها. يا ابني سلام. بقى 5 9 بالعربي يا فاشل. طبعا يا جماعه المنصه بتاعت النهارده هي منصه اتكلمنا عليها قبل كده، وهي بتزود عدد المتابعين على السوشيال ميديا سواء انستجرام يوتيوب تيك توك. كل اللي عليك انك تدخل على الرابط اللي هسيبه لك في اول تعليق، واول ما تفتحه هيفتح معاك بالشكل ده ويقول لك سجل بقى باسورد وبريدك الالكتروني، يعني الاكونت اللي انت عاوز تزود عليه المتابعين بتوعك. هيفتح معاك بالشكل ده، عندك كذا اوبشن بقى تختار منه، متابعين، مشاهدين، لايكات. وبعد كده هتنزل شويه تحت هتحط اسم الاكونت اللي انت عاوز تزود عليه ايا كان اللي انت اخترته ايه، وتدوس بحث عشان يطلع لك الاكونت بتاعك. بعد كده تظهر لك خانه جديده تختار بقى منها عدد التزويد اللي انت عاوزه، 50 100 500، شوف انت عاوز تزود كام يا معلم. بعد ما تختار العدد اللي انت عاوزه هتدوس ارسال وتستنى مده مثلا 5 دقائق 10 دقائق على حسب الوقت اللي هو هيحطه لك، وتلاقي بقى المتابعين وصلوا عندك على الاكونت. بس كده هتلاقوا الرابط في اول تعليق، روحوا جربوه. دقيقتين وهلم الورق. انا لسه ما خلصتش يا مستر. اسلام، اخر 10 اسئله ايه؟ حبيبي يا زميلي خلصت يا مستر. يا اسطى مصطفى، اخر 10 اسئله ايه؟ خيطانه يا طه. ها مستر خيطت. مصطفى
بقول لك اخر 10 اسئله ايه؟ متأكد؟ اه. شكرا يا جو. هسلم يا مستر. يا ولادي اتفضل يا مستر. هو في ايه يا عم انت؟ هو مش كنت قاعد بسالكوا اجابه اخر 10 اسئله ايه؟ محدش كان بيرد ليه؟ يوسف امسك. يوسف. صرصور 2 3 4. يوسف. ايه ده اتجنن ده ولا ايه؟ ولد يا معلم. انت يا زفت. امسك يا حبيبي. اه. تعرفني؟ الوزير كلم ابويا وقال له انا طلعت من الاوائل. ألف مبروك يا زميلي. مبروك ايه يلا؟ ده الخطه اللي هنحاول نقنع بيها ابويا، ده منظر واحد يجيب 70% اصلا. الو مساء الخير. ايوه مين حضرتك؟ انا الوزير، والف مبروك ابنك طلع من اوائل الثانويه العامه على الجمهوريه. ابننا؟ الله يبارك في حضرتك يا فندم، بس صوتك متغير. ما انت عارف بقى التليفون بيدخن 10 كيلو. مع السلامه. مش كانت الكاميرا باين تقريبا. الف مبروك يا واد يا يوسف، طلعت من الاوائل يالا. انا من الله اكبر. انا مش مصدق. لا 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 لا. دكتور يوسف شعبان. لا بابا، انا بفكر ادخل تربيه رياضيه لاني بحبها جدا. والله لا تدخل طب. لا مش هينفع. طيب خلاص، سياحه وفنادق. وربنا هتدخل طب. خلص الكلام. افرحي يا حاجه. الحمد لله قفلت الامتحان النهارده، امتياز باذن الله. عملت اول 5 اختر ايه؟ دي طبعا. دي حبيبي يا دي اول 5 اختر نازله على جروب الدفعه من شويه كلهم سي. نقصت 10 درجات، ايه يعني؟ جيد جدا. ماشي كويس. ماشي. قول لي عملت ايه في الجدول؟ كلوريد بروبيل ثانوي. ده البروبان؟ عاش يا لعيب. عاش. 7 درجات، ايه يعني؟ جيد كويس. لا حليت الرسمه ما تقلقش، الناتج طلع 12 لتر كل ثانيه. مقبول. الحمد لله. المهم ان انا عدي صافي. يا جو يا جو يا جو، حليت اخر سؤال ده ايه؟ يا ابو يا جدع انت. ده ماله ده فيه؟ بابا خلي يوسف يديني الموبايل بتاعه العب عليه شويه. حاضر. اديهوله يا يوسف. مش هتاخده برضه. ايه قله الادب دي؟ وانا مش قلت لك اديهوله؟ يا بابا هو كل ما بيمسك الموبايل بتاعي بيبوظه وبيفضل ينزل في حاجات غريبه. ماشي، امسك يا اوفا يا حبيبي موبايلي انا، العب عليه. لا خلاص يا بابا شكرا. هوريك يا اوفا، انا حاطط انذار سرقه الموبايل، لو راجل اسرق الموبايل مني وانا نايم. 2000 years later. هو ريموت فين؟ يكونش حاطه جنبه وهو نايم. لا دي الساعة، ده الموبايل. بابا بابا والله افتكرتك اوفا يا بابا وجاي ياخد الموبايل. ده انا هعلقك النهارده. يوسف النتيجة ظهرت، افتح الموقع بسرعة شوف النتيجة وقول لي جبت كام. يلا بسرعة مفيش وقت. ايه انا اتخضيت مش عارف اعمل ايه دلوقتي. افتح الموقع بسرعة ودخل رقم جلوسك. الموبايل فصل شحن. كنت بكذب الصراحة. افتح الموقع. مش قادر. هات ادخل انا اجيبها. يوسف شعبان. ايه ده؟ خد يا اهبل انت هنا، النت قطع. لا هتاخد ايه وانا كام وليه، ده العشق لو من قلبي طالع. افتكرت انا معايا داتا هجيبها. بابا انا خارج. هو انا مش قايل لك ان انت متعاقب الشهر ده كله ومفيش خروج؟ عندي درس بس مش مكتوب عندي في الجدول ان انت عندك دروس يوم الاحد. ايه نسيت اكتبه. اسف اهو معلش، اصل مرهق من المذاكره. ولا يهمك يا حبيبي. عندك درس ايه؟ كيمياء. الكيمياء سبت واربع. فيزياء اثنين وخميس. عربي يوم الثلاث مع درس الاحياء. ايه المواد الباقي عندك في الجدول؟ جيولوجيا. يبقى هي جيولوجيا. دي بقى يوم الجمعه. طب استنى انا افتكرت، انا رايح درس تاريخ. انت علم مش ادبي. رياضيات. علم علوم مش علم رياضه. وربنا انا خير. في ايه
يا ابني نزلني ليه؟ تعالى نلعب كوره يلا. اتجننت يالا؟ عاوز تلعبنا مع اطفال؟ اطفال؟ ده احنا هنبهدلك. لو راجل ينزل يلعب معانا وهنقطعه. تقطعني انا؟ في ايه يا عم مش عارف تصد من العيال الصغير؟ انا عاوز الاكل ده كله يخلص. البيتزا دي طعمها حلو قوي يا صاحبي. انا بقالي كتير ما اكلتش الكميه دي كلها. بالهنا والشفا يا ولاد. وانت غريبه يعني يا عم تعبان. انت من امتى وانت بتعدمنا على الاكل؟ جوجل ترانسليشن بسرعه. انه يقول لك ان هو مش مستريح للعزومه دي. ليه يا ولاد؟ هو انا يعني علشان ااكلكم يبقى لازم تعملوا لي خدمه؟ يعني عندكم مثلا نقله الرمله اللي جت بره دي مش بتاعتنا، دي بتاعت جارنا اللي جنبنا. اطمنوا يا ولاد، انتوا زي يوسف ابني بالظبط. يعني 6000 طوبه اللي جنب البيت دول بتوع الجيران برضو؟ لا دول بتوعنا. الساعة بقت 11:59 واستاذ يوسف قال هيرجع 12. طرق تعذيب جديده. هو انا اتضرب فوق يا موت مخنوق تحت؟ قم بوضع الخازوق بزاويه 90 درجه. الو بابا انا اتحبست في الاسانسير. دي حركة جديدة عشان ما تتضربش صح؟ بس والله لا تتعلق. ما انا متعلق نزلني. هجيب مفك واجيلك. لا فكك انت معانا مش مسمار، انت تقعد تلعب لي في الاسانسير وتوقعني بيه. كرييتيف الواد ده ازاي مش موجود هنا؟ الحمد لله اشتغل. في يا بابا؟ دبانة مستفزة قاعدة بتزني من بدري. ترش عليها فيروسول يا بابا، مش تضربها وهي على قفايا. معلش يا حبيبي انا اسف. لا ولا يهمك يا بابا. يا بابا لسه عايشة ما ماتتش. انا هدخل انام قبل ما تموتني انا. اوعي بقى، انت اللي جابك كده. يا بنتي ربنا لا اوريك. الحقني يا بابا، تبقى عندنا في الاوضه. دخل تحت البطانيه يا بابا. وربنا نحط لهم امتحان نعجز عن حله احنا الاتنين. السؤال الاول، ناقش تأثير نظرية الأوتار الفائقة على تطور الكون مع التركيز على دور الجاذبية الكمونية في تكوين الثقوب البيضاء، وقم باستخدام كل المعادلات الرياضية بدون آلة حاسبة. الامتحان ده يا مستر انت بتهزر؟ انت بتتعصب عليا انا يالا؟ طب خد السؤال التاني. سحابة تتكون من 100,000 قطرة ماء وامتصت 50% من حرارة الشمس، فكم من الوقت يحتاج ضوء القمر للانتقال من الأرض إلى السحابة إذا كانت السماء تمطر؟ يا ابن يا مستر أنت بتشتم كمان؟ طب وربنا لا عصبك دلوقتي. مع التمنيات بالنجاح والتوفيق. ايوه يا جو، اخيرا يا زميلي قلبت العربيه من ابوك وهنروح بيها بدل المواصلات. ده هتبقى خراب يا زميلي. ايوه شغل لنا مهرجانات بقى في رمضان. خليها توشيح. ايه يا صاحبي تمام عيته من التيار. اركب يا مصطفى، ابويا جاي يتسحر معانا. اهم حاجه عندي يا ولاد لما نخلص السحور ويجي وقت الدفع، انتوا عارفين كلكم هنا زي يوسف ابني بالظبط، كل واحد هيحاسب لنفسه. في ايه بقى؟ بقالي 3 ساعات حاطط دماغي على السرير ومش عارف انام. انا كنت عامل حسابي.
برضه بتجيله برضه بتجيله. 6 أصوات هتساعدك على النوم. ايه ده؟ هنعمل ايه؟ أصوات. مع امازون اطلب كل اللي محتاجه وادفع كاش على اما نشوف اخرتها. الدرس الاول. ولا خد ورقتي وهات ورقتك. حلو قوي اللي بيحصل من ورايا ده. اللون الازرق شاف. رجع الورقه بسرعه. امسك. يعني ايه يا ست هاني بنتك تنزل وتسيب البيت من غير ما تقول لي؟ سلام دلوقتي. انت طلع بيتكلم في التليفون. امسك هات. الحمد لله هات. يعني انا عديتها اول مره بمزاجي، لكن تعملوها تاني انا مش هسكت. شافنا ده احنا هنتنفخ. امسك. طب امسك. وربنا ما هراقب تاني في لجنه ما فيهاش تكييف. ما خدش بالي ولا بدري. حبيبي شكرا تسلم. انا زهقت. عندك يا غشاش يا حرامي. اتمسكنا. كوبايه الشاي دي محطوط فيها معلقتين سكر وانا طالبها 3. اتفضل زودها. انا تعبت وربنا ما رغيش. يوسف الحق خالك اللي بيقبض بالدولار جه. اوبا. انت متخيل فعلا والله. امسك يا وفا يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا خالد. يوسف امسك. لا مؤاخذه بقى يا حبيبي، الفلوس اللي بالمصري معايا خلصت. هوزع لكم بالدولار. هو اللي انت شايف ايه يا حاج؟ المدرسه كلمتني وبتقول لي نتيجتك ظهرت. اروح اجيبها. هم يبعتوها لنا لحد البيت مع مندوب. حلو برضو عشان المدرسه بعيده يعني ما نتعبش. ايه انت ما عندكش شغل النهارده ولا ايه؟ لا انا قاعد اجازه. اجازه والنهارده. ده انا هيطلع عين امي. صح، الراجل هيجي النهارده الساعه 5 فجهز نفسك. للضرب؟ لا ما تقلقش مش هتحرك من البيت. بابا كلم ماما. امك مش في البيت اصلا. صح. في ريحه حاجه بتحرق. تلاقي الشقه اللي جنبنا. انا هقوم ادخل الحمام. مين يا يوسف؟ شكله عيل صغير يا بابا، ضرب الجرس وجري. تمام. يوسف راح فين يا ابني الصبح بدري كده؟ رايح اصلي يا بابا. تصلي ايه يا ابني دلوقتي؟ الساعة 10 الصبح. صلاة ايه دي؟ صلاه الجنازه. إنا لله وإنا إليه راجعون. على مين؟ مين مات؟ مجموعي. ليه يا جبت النتيجه؟ جبتها. طب وريها لي بسرعه. اهي بص فيها براحتك. ايه ده؟ النتيجة وفيها مواقيت الصلاة كمان عشان لو بتسأل عليها. مفيش اخبار عن النتيجه؟ في طبعا يا بابا. طب ما تقول يا ابني وفرحني. 2-0 للريال. الحمد لله. ريال ايه؟ مدريد. نتيجتي 61%. ده انا كارفور بيعمل عروض اعلى مني. احنا نقلب الستة كده وبس. بقت 91%. جايب لي 91% يا استاذ؟ لا انا جايب لي انا، دي بتاعتي. وكمان لك عين تتكلم؟ بابا العين بتشوف مش بتتكلم. اخرس يا صايع يا فاشل. مش كفايه؟ هات موبايلك يلا. ما فيهوش رصيد. وربنا ما انت ماسكه تاني لحد ما تخلص جامعه. يا ابو 91 يا فاشل. يلا يا ابني افتح الموقع وهات النتيجه. بصراحه يا بابا انا خايف ومرعوب.
كل ده من النتيجة؟ لا منك من النتيجة لا ما تخافش ابدا، دي هيلا حتة درجة مش مقياس خالص. ايوه فعلا. جبتها كام؟ 65. طب انت تعمل مش كام مش مقياس؟ يا ابني ايه الحر ده؟ احنا قاعدين جوه الميكروويف ولا ايه؟ انا لو شفت واحد من محبين الصيف دول هجلده. مش ناوي تشتري لنا تكييف بقى يا بابا؟ ليه يا ابني؟ هي المروحة أثرت في حاجة؟ الصراحة احنا اللي مقصرين في حق المروحة جامد. دي روح برضو، دي روح عفريت. ايه ده؟ المروحة مالها؟ جالها تشنجات في الريش من كتر الحر. عندك حق، احنا لازم نجيب تكييف. بابا انت شايف ان التكييف ده هيستحمل درجات الحرارة اللي احنا فيها؟ يالا ده 6 حصان، ده هيقلب الأوضة قطب جليدي دلوقتي. بسم الله. ايه يا عم الامتحان الزبالة ده؟ طمنا عملت ايه؟ هنجح على الحركرك. كام غلطة؟ عندي بتاع حوالي 10 غلطات في الورقة. 10 غلطات، انا كمان عندي 3 في الورقة التانية. ورقة تانية؟ أنا بدأت أشك إنك مش في ثانوية عامة. ليه بس يا بابا؟ طالع نازل خارج داخل وقاعد وبتلعب، فين المذاكرة؟ ما تقلقش يا بابا، لسه بقى 15 ساعة على الامتحان. طب الحمد لله. أنا ما شفتش برود أعصاب بالشكل ده، أنت إيه اللي مطمنك للدرجة دي؟ بما ان المجموع من 410 في الثانويه العامه، اذا بحسبه بسيطه لو نقصت 5 درجات يبقى مجموعي 98% و7 من 10. كويس. 15 درجه مجموعي هيساوي 96% و3 من 10. جميل. 30 درجه ودي صعبه مجموعي هيساوي 92% و6 من 10. حلو. اقول لك على حاجه، 40 درجه هيساوي 90% و2 من 10. يعني حتى لو لا قدر الله نقصت 40 درجة انت لسه في التسعينات. وبعدين مين حمار اصلا هينقص 40 درجه؟ يلوي صل على النبي يا حاج، ايه اللي عصبك دلوقتي؟ ناقص ال 40 درجة كلهم في العربي بس يا ابني. بابا الواجب ده صعب جدا وانا مش عارف احله. سيبه. ازاي؟ لا ده المستر قال ضروري ان هو يتعمل. اكتبه. بس انا ما فهمتش الدرس كويس من المستر. سيبه. اللي هيروح المدرسه من غير ما يعمله هيتضرب. اكتبه. فكره المسائل اللي في الواجب دي عاوزه حد من برنامج العباقره. سيبه. مستحيل، المستر قال ان هم عليهم 30 درجه اعمال سنه. اكتبه. خلاص بقى هكتبه امر لله. هي ماما عامله لي ايه اكل النهارده على العشاء؟ سيبه.